يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض بانكيك حادق بالخضار. بصوا، عايزه اقول لكم طعمه تحفه. ينفع بقى وصفه في لانش بوكس، فطار عشاء اي حاجه، مش هيقولك لا. هش وجميل وطعمه تحفه. يلا بينا نبدأ ونشوف المقادير مع بعض. معايا ربع كوبايه لبن، وبيضايه، ونص كوبايه دقيق، وهاخد معلقة صغيرة بيكنج باودر، وملح وفلفل اسود، ومعلقة زيت كبيرة. بس كده. هسيب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف تحت او الديسكريبشن بوكس عشان لو حبيتوا تعملوه. اول حاجة هكسر البيضة، هحط عليها شوية ملح وفلفل اسود. زي ما انتوا شايفين كده، هو بسيط جدا ومش مكلف، وكل مقاديره موجودة في البيت، ما بياخدش 10 دقايق. هنزل بقى عليه باللبن، زي ما قلت لكم ربع كوباية لبن، واحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر. هبتدي بقى ان انا اقلبه بالمضرب، وبعد كده هنزل بالدقيق. هنزل بالدقيق واقلبه كويس جدا. هحط بقى برضو معلقة زيت كبيرة، وهقلبه لحد ما يتجانس القوام في بعضه. وبعد كده هنزل عليه بخضار. ممكن تحطي طماطم وفلفل، ممكن تحطي زيتون. انا بصراحة ما كانش عندي فلفل، فقلت ايه هعمل بطماطم بس. ممكن تعمليه من غير خضار خالص، زي ما انتي حابة. قلبته بقى في بعضه خالص، وهحط طاسة على النار تسخن، وهنزل فيها بشوية زيت صغننين خالص زي ما انتوا شايفين كده، وهدهنها بالفرشة بحيث انها تتوزع في الطاسة كلها او في الصينية كلها. بعد كده هجيب بالمعلقة، بمقدار المعلقة هنزل بحبة صغيرين في كل جنب كده، ومش هقلبه لحد ما هو ياخد جنب من الحروف، زي القطايف كده. عارفين القطايف اللي بنيجي نعملها في البيت؟ هنزل بقى بكذا واحدة. طبعا انا موطيه النار، انا كنت معلياها عشان الطاسه تسخن، وبعد كده وطيتها عشان ما يتحرقش. هعمل دول الاول كتجربه. عايزه اقول لكم بقى عن طعمه وحلاوته وجماله، بجد كان طعمه تحفه. انا اول مره اجربه، انا كنت بعمل البان كيك العادي اللي هو المسكر اللي احنا بنعمله. اول مره اجرب الحادق. عايزه اقول لكم انه عجب سليم جدا. وانا جربت تجربه كده، انا مش عارفه هتنجح ولا لا. انا حطيت كام قطعه كده في الفريزر، بحيث ان انا احطهم له في اللانش بوكس. فانا مش عارفه بقى بصراحه، يعني لما اطلعه من الفريزر هيبقى حلو ولا هيفرول. هجرب وهقول لكم برضو في الكومنتات. بس انا عايزه اقول لكم اصلا انه ما قعدش يعني اتاكل في وقتها. انا عملت له كام واحده كده، قلت ايه اجرب عشان ما بقاش مضطره ان انا بعد كده اعمله في نفس اليوم بالليل. طعمه كان تحفه، وحاسه ان انا لو كنت كمان حطيت فيه فلفل، كان هيفرق جامد في الطعم، او زيتون. فانا اول مره اجربه، انا جربته خلاص بالطماطم، هرجع بعد كده اجربه برضو معاكم بفلفل او زيتون بس، ونشوف هيبقى حلو ولا لا. بصوا، دي اول واحده طلعتها، طعمه حلو قوي. عملت تاني دور اهو، ده اول دور، وحطيت تاني دور. بصوا شكله تحفه وطعمه احلى بكتير. هنا كنت قلبتها خلاص على الناحيه التانية. بصوا حلوه ازاي. هخلص بقى باقي الكميه. عايزه اعمل بقى اللي هو البانكيك العادي بقى اللي احنا بنعمله كلنا ده، عشان عندي صوص فراوله عايزه اجربه بيه. انا مجربتوش بصوص قبل كده، جربته بالعسل. فعايزه اجربه بعد ما اخلصه احط عليه صوص فراوله كده على الوش، هيبقى طعمه تحفه. عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. قولي لي الوصفه نجحت معاكم ولا لا، وطلع حلو ولا لا. لو انتي لسه اول مره تتفرجي عليا، اعملي لي سبسكرايب ولايك، فعلي الجرس على علامه الكل. ولو انتي بتتابعيني حطي لايك واثبتي حضورك. بصوا انا بسيبها حوالي دقيقتين،
وبعد كده بقلبها على الناحية التانية. ده كان اخر دور، خلاص اهو خلصت. دول اخر حبة. بصوا دي الكمية كلها اللي عملتها من نص كوباية دقيق وربع كوباية لبن. كمية حلوة على قد المقادير. بصوا حلو ازاي، وطري وهش وفظيع بجد، طعمه كان فظيع. ان شاء الله مش اخر مرة اجربه، دي اول مرة بس مش اخر مرة اجربه. عايزاكم تجربوه وتقولي رأيكم في الكومنتات. دي العلبة اللي انا حطيت فيها السليم، انا حطيته اصلا كله في العلبة دي. هو الكل اللي اكله والباقي حطيته في الفريزر. بس كده وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.